فلوج النهارده هيبقى فيه احداث كتيره قوي. اليوم بتاع الامتحان بتاعي في جامعه حلوان وعملت ايه وكل التفاصيل دي هتشوفوها في الفيديو بتاع النهارده. طبعا هتشوفوا عياط وهتشوفوا اغمى عليا وبصوا يعني حاجات كارثيه حصلت في الفيديو بتاع النهارده. طبعا ده المبنى بتاع الامتحانات اللي بمتحن فيه، وده شكلي بعد ما هديت شويه من الصدمه اللي انا كنت فيها. ويلا بينا نبدا. ازيكم يا احلى عيله في الدنيا، عيله عبير جمال. طبعا زي ما انتم شايفين في العنوان بتاع فيديو النهارده، وهو فلوج اول يوم امتحان عندي النهارده يا جماعه، يوم الخميس الموافق يوم 28 او 29 ديسمبر. طبعا عندي امتحان بكره يوم الجمعه، اول امتحان فاينل عندي. بجد يا جماعه متوتره جدا، ومع اني ذاكرت وعملت اللي عليا الحمد لله، ومقصره جدا في شغلي وفي حياتي وفي كل حاجه لغرض ان انا بجد اذاكر، لان انا فتره الامتحان بجد ببقى حد تاني خالص. المهم دلوقتي ان انا قلت اجهز معاكم التجهيزات بتاعتي اللي بعملها فترة الامتحانات، من اول بقى اللبس، السكين كير، الحاجات اللي محتاجة اعملها قبل ما انام. بصوا خلونا ما نرغيش كتير، ويلا بينا بقى نبتدي في الفيديو بتاع النهارده ونشوف هنعمل ايه النهارده. طبعا هاخدكم معايا بكره وانا رايحه الامتحان. للمعلومه احنا دلوقتي الساعه 2 بالليل، وانا الامتحان بتاعي هنزل الساعه 6 الصبح او 6 ونص، عشان انا جامعتي في حلوان، وعشان الحق الامتحان بقى وراجع في الطريق والكلام ده كله. فيلا بينا بقى نبتدي في الفيديو بتاع النهارده. متنسوش تحطوا لايك للفيديو وتكتبوا لي في الكومنتات الامتحانات بتاعتكم امتى، ويلا بينا. بالنسبه بقى للاوتفيت اللي انا جهزته وان انا قلت هلبسه بكره، اخترت الجاكيت البامب اللي لونه نبيتي ده. طبعا هو مش باين لكم، انا هوريكم كل حاجه الصبح في اللبس. الجاكيت ده تحفه يا بنات، طلعته وجهزت برضو الاندر شيرت الاسود، وجهزت كمان البنطلون الاسود. طبعا بالنسبه للبنطلون الاسود فهو البنطلون البليسيه ده، هو مش هيبان كده، لازم اوريكم شكله باللبس. وجهزت كمان الحزام الاسود، حطيته هنا لكن هو مكانه مش هنا خالص. وكمان هلبس الطرحه السوداء. طبعا زي ما انتم شايفين كده بقى، انا مش عارفه احط ميك اب ايه، بس انا يعتبر وانا رايحه الجامعه بحط ميك اب سيمبل جدا. بعتمد السان بلوك دي اول حاجه، وتاني حاجه معايا بعتمدها هو الليب جلوس ده اللي انا حاطاه في مقدمه الفيديو، اكيد شفتوه. وبحط الماسكارا بتاعه كاش برنسس، او الماسكارا دي بتاعه سكاي هاي. بس كده، ده بالنسبه للميك اب اللي انا بحطه في الجامعه. بس طبعا كل الكلام ده هتشوفوه عملي الصبح، انا مش محتاجه اجهز اي حاجه في الميك اب. تعالوا يلا بينا نشوف الشنطه بتاعتي. بصوا يا جماعه، انا كنت محتاره جدا ما بين الشنطتين دول، كنتش عارفه البس الباك ولا البس اللي هي توتي باك. بس الفكره كلها ان انا عندي مسطره وحاجات كتير قوي المفروض تتحط. انا بكره يا بنات عندي امتحان محاسبه اللي هو ماده عملي، محتاجه اخد فيها آلة حاسبه، محتاجه اخد حاجات كتير قوي. فبالنسبه لتجهيزات شنطتي، كل اللي بحطه في الشنطه وهو المناديل، الفلوس طبعا، الآلة حاسبة، انا واخده آلتين ليا ولزميلي، واخده مناديل، واخده الاقلام الجاف. طبعا انا اشتريت اقلام جديده، طبعا الاقلام الرصاص بقى وكده. فاضل الاستيكه، وفاضل ان انا اخد قلم رصاص برضو زياده معايا، والمسطره طبعا. تعالوا اوريكم بقى الحاجات اللي باخدها معايا عشان اراجع فيها طول الطريق. خدت الورق ده كله. طبعا يا جماعه انا خطي مقرف، اول مره تشوفوه، بس انا بجد بحتاج الورق ده جدا جدا جدا، وبيبقى فيه حاجات ملخصه بالنسبه لي جدا براجعها وانا في الطريق. طبعا زي ما انتم شايفين كده، قمت عملت لي كوبايه الشاي بلبن علشان خاطر اشربها قبل ما انام وانا بمسح الميك اب بتاعي. وده طبعا يعني لقطه سريعه جدا عشان انتوا طبعا بقيتوا حافظين الشاي بلبن بتاعي. بعد كده قررت ان انا امسح الميك اب. طبعا انا بستخدم حاليا الميك اب ريموفر بتاع ديرماتيك. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد ان انا ما نمتش. انا والله العظيم كنت بصور لكم الفيديو ده بعد الساعه 12، وانا المفروض ان انا الساعه 6 دي اكون خلاص بلبس ونازله، فما اعرفش ايه الوقت خدني. مسافه ما خلصت تصوير بقى وقعدت اعمل مونتاج لفيديوهات قديمه، فالوقت سرقني، لقيت الساعه 4 الفجر. فضلت امسح بقى في الفيديوهات اللي عندي على الموبايل واتفرج على الموبايل، شغلت قرآن ان انا مش عارفه انام خالص. وفي الاخر فضلت مطبقه لغايه ما رحت الامتحان. بجد يا جماعه اليوم بتاع النهارده كان يوم صعب جدا، هتشوفوا ايه اللي حصل معايا فيه. حاولت اصور لكم على قد ما اقدر برغم التعب والزعل وحرقه القلب اللي انا كنت فيها. لما الواحد يخسر حاجات كتير قوي في يوم واحد. عارفين يا جماعه لما تلاقوا فتره كده في حياتكم كلها بجد صعبه، انا بقى في الفتره دي. وزي ما انتم شايفين كده، انا مسحت الميك اب دلوقتي وعملت كوبايه الشاي بتاعتي. هقوم دلوقتي هتوضى واصلي، وبعد كده هنام.
هصحى بقى من النوم، وطبعا هتشوفوني اول ما اصحى من النوم، وهتشوفوا شكلي بالاوتفيت بعد ما البسه، وهاخدكم معايا بقى فلوج وانا رايحه الجامعه. وباذن الله الامتحان يجي سهل، عشان انا حزينه جدا وخايفه قوي، مع اني ذاكرت وعملت اللي عليا، بس انا مش عارفه الامتحان بتاعي MCQ ولا مقالي. يعني مش عارفه هحل اللي هو اختر وصح وغلط وكده، ولا مقالي اللي هو بقى بقعد اعمل جداول وحاجات كتير قوي. انا كعبير ذاكرت النظام المقالي، يعني ذاكرت اللي هي الاسئله اللي هي بتيجي طويله، فبالتالي لما جيت احل حاجات MCQ حسيت ان انا ضايعه. بس هو ده ممكن يبقى مجرد شعور، وان شاء الله يعني الامتحان يجي سهل بكره. انا متفائله خير جدا ومتماسكه جدا، ومش عايزه اتوتر اكتر من كده. دلوقتي بقى هقوم اصلي وادعي وهقرا صفحتين كده في القران وانام، واشوفكم الصبح باذن الله. صباح الخير يا جماعه. طبعا انا ما نمتش، صحيت على طول وحطيت الميك اب لوك بتاعي ولبست الاوتفيت اسود في اسود. فهبص اسود في اسود اهو. دلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا هلبس الجاكيت البامب النبيتي، فيلا بينا هلبسه واوريكم شكل الاوتفيت. وده شكل الاوتفيت كامل يا بنات اهو. لبست الجاكيت البامب، انا مش عارفه البسه مفتوح ولا مقفول، بس حاليا انا هنزل بيه وهو مفتوح، ولو عاوزت اقفله هبقى اقفله. بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالزحمة اللي قدام الجامعة. طبعا الزحمة ما كانتش كتير قوي. دخلت بقى الجامعة زي ما انتم شايفين كده، انا مذاكرة وعاملة اللي عليا ومستريحة شوية من جوايا. انت عملتي اللي عليكي يا عبير، ما تخافيش وخلاص. اكيد بإذن الله يعني الامتحان مش هيجي صعب للدرجة دي، خصوصا ان المادة دي كنت جايبة فيها امتيازين السنة اللي فاتت، فما كنتش عايزة اقل في التقدير ده خالص. اول ما دخلنا الجامعة زي ما انتم شايفين كده الدنيا كانت زحمة شوية، فزي ما انتم شايفين حبيت اوريكم بس لقطة سريعة. وده كان شكلي الصبح. طبعا انا كنت مبسوطة، مش اللي هو مبسوطة ومش اللي هو متضايقة، بس اللي هو على قد ما اقدر كنت بحاول ان انا اكون ايجابية. وانا مش من الناس اللي ببقى اوفر قبل الامتحانات او كده. انا حتى لو متوترة بكون متوترة من جوايا. بصراحة كان في شمس بجد صعبة جدا الصبح زي ما انتم شايفين. المهم رحت اللجنة بتاعتي. طبعا قبل ما ادخل اللجنة كانت الدنيا زحمة جدا، كنا بنستنى لغاية الساعة 9:30 عشان نعرف ندخل الامتحان. ففضلنا واقفين كده في الشمس بتاع نص ساعة، وبعد كده طلعنا. طبعا زي ما انتم شايفين وريتكم الشكل بتاع الزحمه اللي كنا فيها. كنت بحاول ان انا اصور لكم والله، بس يا جماعه الموضوع صعب قوي لما تبقوا في حته زحمه قوي كده، بس حاولت اوثق لكم اللحظه بشكل سريع ان انا اوريكم الزحمه بتاعه الجامعه. وبعد كده هنا اول ما اتحركنا عشان خاطر نطلع مبنى الامتحانات. طبعا انا كنت بمتحن هنا السنه اللي فاتت برضو، فكنت عارفه المكان يعني، ووصلت بسرعه. هنا الناس هتلاقوهم بيستعجلوا بقى علشان خاطر اللي يلحق يلاقي كراسي حلوه. انا كعبير ما بيفرقش معايا المكان خالص، انا بحب اقعد قدام اصلا دايما، عشان خاطر يعني لما بقعد قدام بحس ان انا كده ببقى في عالم لوحدي وبعرف اركز. وانا مش من النوع اللي بغش ولا بحب اصلا لا غشش حد ولا حد يغششني، لان انا بتوتر. انا ممكن اسيب ورقتي، اللي عايز ينقل حاجه اللي محتاج مساعده هو يشوف بنفسه، انا ما بتكلمش مع حد. فزي ما انتم شايفين كده الدنيا كانت زحمه جدا. وهنا اول ما دخلنا المكان اللي بنمتحن فيه، هو ده المكان اللي احنا بنمتحن فيه. انا بجد يا جماعه ناس كتير قوي ما كنتش عارفه اعمل ايه. كنت بحاول ادور على حتت فاضيه امشي فيها، ما كنتش حابه ان انا اجيب وش حد، ما كنتش حابه ان انا اجيب اي حاجه، بس غصب عني علشان كده الجامعه زحمه جدا جدا جدا. يعني احنا في تجاره حلوان يا جماعه. فكنت بدور على اللجنه بتاعتي كانت في الدور الاول. طبعا هنا خلصت الامتحان كنت منهارة عمال اعيط. صدمة 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 صدمة. وده هتكلم عنه في فيديو، يعني هتكلم عنه سوري لما ارجع البيت هكلمكم عن كل حاجة عملتها. ده كان شكلي بعد ما خلصت الامتحان. كان عندي كورس بعده، انتم متخيلين يعني الواحد اصلا طالع تعبان وعنده ومطبق وعنده امتحان بعدها ب3 ايام، والمفروض ان هو يتعايش ويكمل حياته عادي جدا ولا كأن شيء حصل. طبعا انا كنت خلاص كنت عماله حاسه ان معدتي هتطلع من بطني من كتر الزعل ومن كتر التعب ومن كتر المجهود اللي حصل. ما قدرتش اكمل الحصه حتى بتاعه الكورس اللي هو الماده اللي بعدها كان عندي اقتصاد، فرحت حضرت الكورس في حلوان. لقيت نفسي مش قادره، عماله ادوخ وعماله اسقط ومش عارفه اتعامل خالص. رحت على المترو لوحدي، سبت صحابي قلت لهم يا جماعه انا اوت، مش هقدر اكمل اليوم. اصلا انا هبقى كدابه بصراحه لو ضغطت على نفسي اكتر من كده. يا جماعه للاسف الشديد انا روحت
انا عارفه ان انا ما صورتلكوش زي ما انا كنت حاطه في دماغي. انا خلصت الامتحان وبعدين رحت على كورس تاني. طبعا الامتحان كان زي الزفت، الدفعه كلها طالعه بتعيط. انا كعبير عمري في حياتي ما كنت بعيط في امتحانات، بس لما ابقى مذاكره وعامله اللي عليا وزياده اللهم لا اعتراض اللهم لا اعتراض، بس اطلع. يا جماعه انا وانا في ثانويه عامه في النظام الجديد انا ما عيطتش، والله العظيم ما عيطت بالطريقه دي. انا عيطت بحرقه. انا واحده كنت صامه المنهج، كنت حليت بكل المصادر، كنت عملت كل اللي عليا. عشان كده انا واثقه ان ربنا هيعوضني، واثقه ان اكيد طبعا اللي حصل ده حصل على الكل مش عليا انا لوحدي. فانا متفائله خير. انا روحت البيت دلوقتي، احنا الساعه 6:30. طبعا انا مطبقه من اول امبارح وصاحيه، مطبقه من اول امبارح. ولما رحت الجامعه الصبح الساعه 8، يعني انا كنت في الجامعه هناك 8:30 مثلا، خلصت الامتحان الساعة 12. رحت الكورس بتاعي كان الساعة 1، خلصت من الكورس 3:30. وللمعلومة انا ما خلصتش من الكورس، انا نمت على نفسي. فالدكتور قال لي روحي. انا ما كنتش قادرة خالص، ما كنتش قادرة استحمل وما استفدتش اي حاجة بجد بالكورس. دماغي كلها كانت بتفكر للأسف في الامتحان. وعايزة اتكلم معاكم كمان في حاجة مضايقاني، ان انا اترفدت من شغل في كواي. هو انا مش اترفدت، هي الشركة عموما بتصفي، او بمعنى اصح الشركة خدت كمية سبونسرز وخدت كمية اعلانات من بلوجرز كتير. وبمعنى اصح برضو الشركة بقت حرفيا هي كده كده ما تجيش حاجة جنب تيك توك. بس هي الفكرة كلها ان هما جروا رجلنا في الاول وبعد كده ولا اي حاجة. فخير ان شاء الله. طبعا الدنيا ضغط خالص، ضغط شغل وضغط مذاكرة وضغط نفسية وتعب من كل حتة، بس الواحد هيقول الحمد لله وهيستحمل. رسالتي ليكم بجد من الفيديو ده ان انتوا مهما الدنيا كانت صعبة، ربنا قال ان هو مش بيحملنا فوق طاقتنا. ربنا قال ان انتوا ادعوا واعملوا اللي عليكم وربنا مش هيخذلكم. ربنا قال ان هو مش هيخذلنا في اي حاجة احنا عملناها او تعبنا فيها. مش شرط ان هو يعمل لك اللي انت عايزاه، لا بالعكس، ممكن اللي انت عايزاه قد كده واللي ربنا هيرزقك بيه قد كده. فانت ما تتسرعيش. الكلام ده ليا قبل ما يكون ليكي. انا عارفة ان اوقات كتير قوي بتضايق وبزعل وبقول ليه، بس برجع وبقول استغفر الله العظيم. بجد انا عارفة ان اكيد ربنا مخبيلي الاحسن. واحنا كلنا طالعين من الامتحان قلنا ان احنا سقطنا، لان مفيش ولا اجابة واحدة توحد ربنا كده تطلع صح. ما كانش فيه ولا اجابة بتطلع صح. المهم انا مصدعة جدا وتعبانة ونفسيتي مش احسن حاجة، حتى انا مش قادرة ابص على الكاميرا ولا الرينج لايت ولا الاضاءة خالص، فمش عايزة ابص كده دايركت. ده كان فيديو النهاردة، كان نفسي ان انا انهي معاكم بطريقة احسن من كده، بس للأسف انا بطلع لكم الحقيقة كاملة. طبعا بصوا يا جماعة من العياط الهالات والدنيا باظت خالص. الحمد لله. اشوفكم بإذن الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.